سلام. اليوم جيتكم فيديو جديد نهضر لكم فيه على لي بوستيج، طريقه وضعهم في الشعر. مالغري انا ما نحبهمش وما نستعملش كاع لي بوستيج في الشعر. في الحلاقه لازم تكوني تعرفي فاش تعاملي مع الشعر، مهما يكون طبيعه الشعر، يكون خفيف، يكون يعني كثيف، يكون فارغ، يكون طويل، يكون قصير، تلقايلو حل. مستحيل ما تقدريش حتمشطي به. يعني اللي يضطر لهادو ما يستعملهم كماده اساسيه باش يطلع اون كواف، معناتها مازال بزاف عليه باش يقول باللي انا نمشط ونعرف نمشط، باسكو هدايا عباره عن موضه قديمه. يعني ما باليش انا، هذا هو رايي، وانتم رايكم كتبوه لي في صندوق الوصف. مي بناء على طلب بعض المتتبعات اللي قاعدين يكتبوا لي في لي ميساج، قلنا كيفاش نديرو وين نبلاصيوه، كيفاش نتعاملوا به، حنوري لكم كيفاش. بالنسبه ليا هدايا يفسر جماليه التسريحه وجماليه على الشعر، ماشي ما كاش قد الشعر الطبيعي. يعني مع الوقت ان شاء الله كتبعوا القناه وتشوفوا الفيديوهات القادمه اللي نديرها لكم. حندير لكم يعني فيديوهات منوعه على الشعر القصير، على الشعر الطويل، الشعر الفارغ، يعني كاع الانواع. وان شاء الله خواتي نديرها لكم كي تكبر شويه القناه. يعني اذا عجبكم فيديوهات وتستفادوا منهم، تستفادوا من الشرح تاعي، يعني بارطاجيوها، بعتوها باش الناس يشوفوها. وكي تكبر القناه ان شاء الله ندير لكم تخوادي باذن الله، هذا وعد. تعرفي تتعاملي معاه باش تقدري ديري تخوادي، باسكو التخوادي هي لازم تكوني تلعبي بالشعر اللعيب كما يقولوا. كاش نهار دوكا شفتو واحد في الانستغرام ولا في اليوتيوب من هادوما الكبار المشاهير وكذا يستعملوا بوستيج، بالك زعما نقولوا يستعملوا اكستنشن كيما هذا يزيدوه من اللور، كيما هذا اللي يتبلاصا. بون انا تاعي راه مخرب شويه باسكو ما مشطوش اللي يتبلاصاو هكذا. مي هما هذاك اللي يزيدوه عباره، هذا اللي يزيدوه بون هذا راه مخرب ماهوش مسقم مليح، اللي يتبلاصا بهادوما بكليبسات هادوما. مي هذاك هما اللي يزيدوه عباره عن شعر طبيعي، ويزيدوه على حسب لون الشعر باش يكملوا به. مي انا بالنسبه لي هذاك الشعر الطبيعي اللي يزيدوه ما تفرقي بينه وبين الشعر، هذاك بالنسبه لي حرام، باسكو في الدين الاسلامي يقول لك لعن الله الواصله والمستوصله. مثلا زعما نعطيكم امثله على البوستيج وين نديروه. مثلا زعما انا بدينا تسريحه، زعما مثال انا درنا هكذا، قسمنا الشعر، درنا البومبي ديالنا، زعما نقولوا كمثال، زعما نخدمناه، زعما نقولوا هكا خدمناه. كيف مثال نجيبو توف، زعما نبلاصيوها هكذا. هادو حنعطيكم امثله، يعني بحاش ندير كواف. كاين بزاف اللي تقول لك لاكواف تاعي لاطوف تاعي ما تحكمليش. كيما تحكملكش لاطوف تاعك، حكمي بهاد المساسك، تحلي هكذا شويه. شوفي الطريقه كيفاش، هكذا ندخلوه هنا ونعوجوه ونديروه هكذا. شوفي كيفاش هكا نعوجوه ونديروه هكذا. شوفي كيفاش تجي مشدوده، شتي؟
دوك زعما درتي لا كليونط هكذا، نقولوا حبيتي تخدمي لها بوستيج، وعندك بوستيج لازم يكون نفس الشعر تاع هذا، ما نحبش راه بوستيج هذاك اللي هذا لون والشعر لون. بو انا ما عنديش نفس اللون تاع هذا، مي حنديبانيكم زعما واش نديرو، نقولوا نديرو هذا زعما. حنا توجور نخلو فراغ وين حندخلوه، يعني هنا ندخلوه نخلو فراغ شغل تجيب هذا نشدوه وندخلوه هكذا، هاك شوفوا هكا ندخلوه، ومن بعد تيك نشدوه نثبتوه بمساسك هكذا. انا ثبتناه سيبو. واش نديرو؟ نجيبوه، كي نجيبوه نحلوه على حساب رانا شحال رانا حابين نخدمو، نحلوه هكذا. انا حليناه كما قلت لكم لازم يكون هذا اللون كما هذا اللون، انا ماشي متوفر علي عندي هذا اللون كما هذا اللون، نقسموه ونخدموا به ونخلطوه مع الشعر اللي عندنا، زعما نقولوا كي يكون نفس اللون زعما نقولوا هكذا ونخدموا زعما مثال. زعما تعاوني به. وهذا قادرين نديروه بالشعر الطبيعي، هذا راني ندير فيه انا، زعما عندكم كليون شعرها فارغ وخفتوه، هذا اللي هنا هو اللي تخرجوه وتحطوه فوق لاطوف اللي تخدموا به، يعني ماشي مضطرين اصلا تخدموا بالبوستيج. هذه الطريقه الاولى، ماك تكملي كامل تخدمي وتطلعي وتزيدي تخلطي، زعما نقولوا نحكموا هذا هكذا هنا. ونجيبوا هكذا، زعما نعطيكم امثله وكيف كيف زعما نقولوا هكا. ونروحوا نمشوا ونخدموا. يعني حتى وين نكملوا كامل التسريحه تاعنا. يعني نعطيكم كمثال، يعني هكا نخلطوا هذا مع هذا مع هذا ونخدموا. هذا المثال الاول كي يكونوا زعما التسريحه نحبوا نديروها هابطه ندخلوه هنا. طريقه اخرى دوك نزيد نوريها لكم، طريقه نحل هذا نحيه. وكاينه طريقه اخرى ثاني كيفاش نديرو، زعما كيف نديرو لو بومبي ديالنا. كاين اللي يجيبوا لك ونجيبوا لك كوتي، ونزيدو نجيبو الكوتي اللي قلنا. نعطيكم كمثال ماشي تسريحه، هذه نعطيكم مثال باسكو ما رانيش ندير في كواف، نديركم في امثله.
راني ضد البوستيج في الشعر باسكو سي قديم بزاف بزاف. روحوا جيبوه هكذا مسكين ويلووه يخبوه. هكذا كاينه شحال من وحده نعرفها شعرها الشباب بحجه انه شويه خفيف تحطي لها بوستيج. مين انتي كنتي قادره؟ نو. هما كي تحكموا نقولوا ابي بخي تروح تجيب لك لاطوف وتخبي لك هذا الشعر مسكين. بون باش نتفاهموا، لاطوف درتها لون وخد اخر، بوستيج لون وخد اخر. راني نعطيكم كمثال، يكون هذا نفس اللون وهذا نفس اللون والبوستيج نفس اللون. هذا مثال راني نفهمكم برك. وتحكم لك البوستيج هكذا كما راكم تشوفوا. ديك لاله مولاتي تروح تجيب لك البوستيج. بون نورمالمون كنت تعرفوا تتعاملوا بالبوستيج كي تجيبوه تخدموا به. كي تحبوا تغسلوه بشامبو عادي ما بارد هكذا وتخلوه ينشف طبيعيا، وكي يكون ينشف تنفضوه هكذا باش يتفتح، وكتمشطوا بهذا المشطه هكذا بالعقل، تمشطوه هكذا باش تحافظي على البوستيج تاعك. وقاد كي تجيبيه نتيا خشين هكذا زعما نقولوا هكذا يتباع، وماك تبقى تفتحيه هو يتفتح هكذا. هاولي كي تنحى كل واحد وحده ان شاء الله تكون واضحه هكذا. وكي تنحيهم باش زعما تسهل عليك تولي عندك زعما خصلات هكذا وحدهم طوال، زعما نقولوا هكذا. هاد الخصلات الطوال علاش؟ زعما راكي تخدمي نقولوا هكذا دخلنا البوستيج، يا قلت لك كي ندخلوا البوستيج توجور نخبوه تحت لاطوف ونوزعوه ونبداو نخدموا. خطرات يخصنا منا ولا يخصنا منا، حنا نكونوا بنفس اللون رانا موجودين ديجا وخادمين، نجيبوه ونزيدوه نضيفوه هنا ونكملوا نخدموه هنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بون زعما نقولوا جبنا هذا البوستيج ونحبين نديروه لا كليونت هذه مسكينه اللي خبينا لها شعرنا ما حبيناش نخدموا لها به، قلنا لها شعرك خفيف وماشي قوي. نديروه هنا. انا معايا ويجوني شعرهم هكذا حتى الكتف وفارغ وتخدم بها كواف تبان معمره وكلش. على بها قلت لكم اللي ما تقدرش دير هكذاك ما تقولش باللي عارف نخدم. ايبا نحلوه هكذا نوزعوه كما قلت لكم، زعما نقولوا هاد شويه نخدموا بها هنايا وهاد شويه نخدموا بها هنا هكذا، ونبداو نخدموا كاش عفسه زعما رانا حندوروا هكذا ونمشوا. زعما نقولوا كاينه عفسه تاع هكذا هادي نورمالمون تعرفوها تعلمتوها، زعما هكذا تخرج لنا عفسات. ودوك نقول لكم حاجه اخرى اللي يقولوا لي بزاف لاطوف ما تشدناش طيح، حنا ما نعرفوش كيفاش نحكموا لاطوف واش لازمها. اذا كان شعرها رطب توجو اكريبي بلاصه وحد بلاصي فيها لاطوف تعطيك هذيك الحروشيه باش ما تزلقلكش. وثاني كاينه طريقه اخرى واش ديري تحكمي هاد المساسك تحطيهم هكذا زعما نقولوا هكا ونحط بلاصي لاطوف زعما حن بلاصي لاطوف في هاد المساحه نديروا المساسك هكذا زعما نقولوا هكذا. نعطيكم كأمثله. زعما جبنا لاطوف هذه كي نحطوها هكذا واش نديروا نشدوا المساك هاوليك وندوروها على هادو ما هكذا ما تزلق. شوفوا كيفاش يشد دوكا شوف. وهاد الثاني هكذا حتى بالمساك هذا تاني كيشد مليح. نشدوه هكذا راك تشوفوا وندوروه
ونهبطوه هاك ونديرو. شوف كيفاش شد. لازم تكون بلاصيه مليح. واش تاني واش سقسيتوني تاني على الاسعار. قول لنا الاسعار تاع التسريحات، كل تسريحه بالسعر تاعها. ما نقدرش نعطيكم السعر تاع التسريحات باسكو كل منطقه وشحال يخدموا. كيما زعما باغ اكزومبل انا ما نخدمش كاع غالي، نخدم رخيص، بوغ ما نقدرش نعطيك السومه نخدم بها انا، باسكو كاين زعما البلاصه اللي تشري منها السلعه تكون ارخص من هذيك اللي تشري منها السلعه. كاباب انت تكوني كاريه غالي وهذيك الاخرى كاريه اقل منك. كاباب انت دايره خدامات والاخرى ماشي دايره خدامات. يعني كل وحده وكيفاش انت واش ديري باش تقدري تعرفي السعر تاعك تقيميه. تروحي عند حفافات وتسقسي زعما حابه نشط هذه السريحه زعما شحال تجيني وهذه شحال، تعرفي الاسعار تاعهم بشحال يتعاملوا. وما انت هذاك السعر ديريه في مخك. زعما باغ اكزومبل قلت لك زعما قالت لك هذه التسريحه زعما نديرها نقولوا زعما 500,000، زعما نقولوا 800,000. تجي للدار نتيا تقولي او هذيك التسريحه 800,000، بصح انا قادره نساعدهم ونخدمها اقل باسكو باش نزيد نجيب ليا دي كليونط. علاش تقدري انت تخدميها اقل؟ بالك انت تخدمي في الدار، بالك كيف يعني ظروفك وظروفها ماشي كيف. انت واش ديري تحسبي التعب تاعك شحال راكي تتعبي حق يدك، تريسيتي الماء، زعما الماء السلعه اللي تخدمي بها، تدخلي لالاك، تدخلي المساسك، تدخلي واش درتي لها في شعرها. بهذه تقني بين سومتك وسومه هذيك اللي راهي في المنطقه تاعك باش تقدري انت ديري السعر تاعك. ودائما يعني ساعدوا لي كليونط تاعكم باش تكسبوهم، ودائما خدموا لهم خدمه متقونه وتكون مليحه. يعني كي تخدميها لها انت تخدمي لها التسريحه تاعها لازم انت تكوني في ضميرك مرتاحه، شغل ماشي تليكيديها باش هي تحب ويعني تعجبها وتعاود تولي لعندك. هذا هي دي النصيحه اللي نقولها لكم.